هذا الدعاء إن شاء الله إذا قلته فإن الله سيأتي بالرزق إليك حتى ولو لم يكن عندك شيء. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ازيكم يا احلى بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واتم حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته معاكم. ان شاء الله النهارده فيديو كله تشجيع وكله نشاط. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو. لو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى تشرفيني في اشتراكك، تضغط على كلمه اشتراك وتختاري كلمه الكل. اول حاجه بنبدا بيها بعد طبعا الصلاه وقراءه الاذكار هو الفطار. عملت كده فطار يعني هو متجهز قبل كده في التلاجة، رز بلبن، وجريت جري بقى لان الجو بدأ يبرد وخلاص. يعني محتاجين بقى ان البطاطين تكون جاهزة. هنبدأ نطلع البطاطين، بس للأسف انا كنت عاينة البطانية بتاعتي ما كانتش يعني ما كنتش غسلاها في الشتاء، في اللي هو في اخر الشتاء. فانا لان كان اللي عندي زي ما قلت لكم في مشاكل في السباكة، وكان طبعا البانيو بيسرب مهما احطه فيه مية ما كانش شغال. فالمهم يعني ان انا بدأت بايه بعد ما خلصنا غسيل السجاد نبدأ بقى في البطاطين. طلعت البطانية زي ما انتم شايفين كده. محمد مبسوط قوي بالرغاوه اللي هو بيعملها. شويه كلوركس الوان، شويه برسيل جل، وشويه مسحوق اللي هو الاوكسي. ونبدأ بقى ننزل فيها كده بقى ونسيبها تتعايش بقى مع نفسها. احلى حاجه زي ما قلت لكم من فيديو او فيديوهين قبل كده، الحاجات اللي بتبقى بتاخد مننا مجهود من غسيل الستان، غسيل سجاد، غسيل بطاطين، ننقعها. فانا نقعتها من اول اليوم وسبتها بقى ومش هدخل لها الا لما اخلص يومه كله، وبعد كده ندخل نشوفها. ندخل بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. النهارده هيبقى ميكس بين فطار وغدا وعشاء. هو بصي حاجه كده عظمه. طبعا طالما التلاتة مع بعض وبيسد في التلات وجبات يبقى اكيد فطير مشلتت. بس انا مش كنتش يعني هي بدأت بخطه وانتهت بخطه تانية خالص. هي بدأت ان انا هعمل فطير عشان اعمل فطير بالبلح الاسود. طبعا بقى احنا في موسم البلح، ولازم طالما في بلح لازم نعمل كيكه، ولازم نعمل فطير، ونعمل كل حاجه حلوه بالبلح، لان هو بصراحه هو مفيد جدا للاطفال. فاحنا على قد ما نقدر ندخله يعني في الوصفات او في الاكلات بتاعتنا. فانا انا كنت بادئه بيه ان انا هعمل فطيرتين، فطيره كبيره ساده او 2، والواحده هعملها بعجوه او بالبلح الاسود. يعني الفطير مفيش اسهل منه. لو انت اول مره تجربيه، عملته كذا مره معاكم، وانا قلت لكم قبل كده ان انا اول مره عملته كان بصراحه حاجه وحشه جدا، ما ظبطش معايا خالص. اول مره كنت اعمله يعني كنت اعمله ما كنتش لسه فتحت القناه. كنت يا دوبك لسه متجوزه بقالي سنه 2 كده، ما كنتش اساسا بعرف اعجن اصلا. كان ناشف جدا. فضلت مره ورا مره ورا مره لحد ما شاء الله جربت يعني اجرب مره و2. المهم ان انت ما تيأسيش، ودايما أنا مش عايزه الحاجه المكونات عدد غاليه ومش عايزه جربي في كوبايتين بس. انا هنا الكيلو الدقيق حطي له 4 معالق سكر، وذره من الملح، وميه من الحنفيه عادي جدا، وانزلي زي ما انت شايفه كده. شايفه انا يعتبر ده مش عجن، ده يعتبر لبخ. اي حاجه انت يعني ما بتعرفيش تعجني زي حالاتي كده وانا كمان عندي دراع اصلا بيوجعني. يعني انا كنت بفصل شويه لان افصل واريح، لان كان دراع بيوجعني اساسا، مش قادره ان انا اللي هو ادعم. فالمهم انا هنا بقى نزلت شويه بشويه كده، وبعد كده بقى انا هنا بقول لكم اللي انا هاخدها وهقعد بقى على الارض عشان اقدر اتحكم فيها كمان اكتر من حيث العجن يعني. فانا هنا بقول لكم شايفين هي كده الميه العجينه لمت. بس هي محتاجه بقى تعجن. نوقف كده ميه بقى وننزل بقى دعك دعك فيها بقى وعجن زي ما انتم شايفين معايا كده، اللي هو بتلفيها حوالين بعضها كده لحد ما تتم معاكي وتديكي بقى الملمس اللي هو الناعم اللي انتم شايفينه ده. يبقى هي كده خلاص. هي ممكن تاخد معاكي من 10 لربع ساعه على حسب كميه العجين. هي دوبك دي ما خدتش معايا 10 دقايق، لان دي كان كيلو او كيلو وشويه، حوالي كيلو وربع يعني. دي كان اخر دقيق من اللي انا كنت شاريه معاكم من الشهر اللي فات، اللي هو الدقيق اللي انا كنت جايباه مع عمرتي. بصراحه حلو جدا جدا. فانا كان عندي كميه لان كنت عملت كيكه برضو قبل كده، فده اللي كان متبقى عندي. يعني هنا بقى نجيب البلح. احنا بقى طبعا هنفصص، هنحط واحده في الطبق و10 في بقنا، ده يعني ده الطبيعي بتاعنا واحنا قاعدين بنفصص البلح. كان عندي ما شاء الله الكميه دي اكتر من 2 كيلو. فانا هعمل على قد ما هحتاج للفطير، والباقي برضو هفصصه واحتفظ بيه في الفريزر. بيبقى حلو قوي بقى في الفطار كده الصبح، بقى السندوتشات اللانش بوكس ولا فطار بقى كده اللي هو بنعمل فطار يوم الجمعة. بيبقى لازم له كده طبق حلو جنبه، فما يبقى
طبق بلح اسود بالسمنه البلدي، يا سلام بقى، ولا اروع من كده. يلا بقى يا بنات، لو انتوا وصلتوا هنا تحطوا لايك للفيديو وتشجعوني بقى، وانا اسفه جدا 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 على التاخير، انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم. الفيديو ده والله متصور بقاله فتره، بس انا مش عايزه اقول لكم اللي انا اساسا يعني نفسيا كنت الحمد لله كنت تحت الصفر، وكمان كان في يعني كنت بظبط بقى في الشقه عندي وكده. والله يا بنات يعني انا بوجه الكلام ده للناس اللي بتقول يعني اللي هم بتوع الفيديوهات وكده، يا ما شاء الله يعني، اللي هي ايه، عايشه حياتها. انتوا عارفين يا بنات اللي انا جيت اشيل الستاير وهشوفها في الفيديو الجاي، بس انا ما صورتلكوش الجانب الحلو الوحش، اسفه، صورتلكم الجانب الحلو بس. هتشوفوا بس دلوقتي معايا ان هنا ايه الفيديو شارح نفسه شويه، ربع كوبايه من الميه ومعلقه من السمنه البلدي وحطيتهم بقى كده. ودي الزبده هسيحها في الميكروويف تكون متماسكه شويه، او تطلعيها قبلها بساعتين 3 وبعد كده تبداي بقى فرد. هقول لكم على حاجه، انا جيت اشيل بعد ما صورت الفيديو ده بصور معاكم فيديو تاني وبشيل الستاير بتاعتي، كانت يعني الستاره البيضه كان لونها مطرب جدا. ممكن من العيد ما اتشالتش، من العيد الصغير، لان انا اساسا انتوا عارفين ان انا مش بعيد هنا في الشقه يعني، وبعيد عند ماما وكده. فالمهم وبشيلها وبغسلها. انا عايزه اقول لكم ان انا طلعتها كده، وانتم متعودين ان كلام البنات القديمه معايا، واللي انا بحط اللي هي الحلقان بتاعتها بحطها في اللي هو الشراب الفل، وبحطها في الغسالة عادي وبتطلع ما شاء الله، والشراب ما بيفكش، وهي فعلا ما فكتش ولا اي حاجة. بس انا عايزة اقولك ان الشريط شاط فك بدون اي اسباب. هتقولي لي ممكن مثلا مزودة الكلور، انا اولا بحطش كلور، حتى كلور الوان. ثانيا 4 ستاير باظوا والخامسة ما باظتش. طب اشمعنى الخامسة ما باظتش؟ انا مش عايزة اقول لكم ان انا لما شفت الستاير انا جالي حالة انهيار. يعني قبل كده شلتهم السنة اللي فاتت، كان فيهم دبل فيس وانا ما كنتش واخده بالي، والدبل فيس قطع وبهدل الستاره. قلت مفيش مشكله، وانا لسه كنت عاملاهم من كذا سنه، بس الحلقان اللي هي عامله لها اللي هي المخرمه دي، والله لما كنت بصور وجيت اشيلها من الغساله لقيتها كده، ما رضيتش اصور، وما رضيتش اصور لكم بقى وانا كده بفككها بقى وشايطه كده الشريط الابيض اللي بيتحط عليه التخريم الذهبي ده او الفضه او ايا كان اللون، شايط كده مازز وطالع زي ما هو في قلب الشراب، ما فكش منه ولا اختلطوا ببعض ولا اي حاجه، ولا عرفت ايه السبب. بس الحمد لله عديت الموقف وصلحتهم وركبتهم شريط تاني. وبرضو يعني انا قصدي ان انا بنقل الجانب الحلو، ما بحبش انقل الجانب السلبي. اقول لكم ما بحبش انقله ليه؟ لاني انا معلش انت كل واحده فيها اللي مكفيها. انت دلوقتي بتفتحي الموبايل، لو هتفتحيه 10 دقايق او حاجه انت بتهربي اساسا من الضغط اللي احنا فيه. اولا اساسا يعني ربنا يعيننا يا رب، يبارك لنا في اولادنا. كل الاولاد يعني الاولاد يعني ربنا يبارك بيفضلنا الطاقه بتاعتنا. فاحنا لما بنخلص الواجب بتاعهم ونخلص طلباتهم وتيجي تمسكي التليفون شويه، انت اساسا مش عايزه تسمعي شكاوى من حد، انت عايزه حاجه تفصلك، مش عايزه حاجه تخليكي مزاجك وحش. صح ولا انا غلط؟ انتوا طبعا بتسمعوني وانتوا شايفيني، يعني شايفين الفيديو شارح نفسه هو بيعمل ايه. انا بلف كده، دي طريقته المعتاده في الفطير. بعد ما جربتها وظبطت معايا بقت هي خلاص دي طريقتي كده. انا هنا ايه بقطع كده، شايفين ما شاء الله العجينه ترتاح معاك. احنا مش هنحط لها طبعا ولا خميره ولا اي حاجه، ده فطير يعني. بس هو سر نجاح الفطير في انك تريحيه، تدي يعني بعد ما تكوريه تسيبيه يرتاح شويه، حطيت فيه الزبده تحطيه يرتاح شويه 10 دقايق في التلاجة كده. فالمهم ممكن هما القريبين مني هما اللي عارفين. انا يعني بقول لكم يعني على الستاير مثلا بتتكلف بقى، بتيجي تشوف الحاجه دلوقتي كل حاجه عادت مكلفه. يعني مش جايبه ستاير جديده ولا حاجه، هي نفس الستاير، بس لا مكلفاني فلوس كتير يعني، فاهمين؟ ان انا بس احط شريط واشيل شريط بتتكلف قد كده. برضو الغساله الاوتوماتيك عندي اجي اشغلها تضرب البلاعه عندي وتبهدل لي المطبخ ومش عارفه ايه. وقلت لكم قبل كده المره اللي فاتت وجبت سباك ومش عارفه ايه، بس الحمد لله عدلت. حتى لو التعديل في المظهر مش احسن حاجه، بس ربنا يسترها ويبقى يدي نتيجه كويسه. وبرضو بقول لكم في اول الفيديو ان يعني انا دايما متعوده زي ما ماما بتعمل، اللي هو نهايه الشتاء يعني، و90% من امهاتنا كده، اللي هو بنعمل الشتاء يخلص بنلم البطاطين ونغسلها. انا ما عملتش كده،
عشان برضو البانيو بتاعي بايظ وبيسرب، يعني بانيو واخد مساحة عندي في الحمام وفي نفس الوقت مش عارفة استفيد منه بأي حاجة. انتوا عارفين يعني الفترة اللي انا قعدتها دي لو كنت عمالة بصور باستمرار، ياه كان ممكن فيديو من الفيديوهات معايا يسمع بقى زي ما البنات بتكتب وانتوا فاهمين. بس انا للاسف مش بعرف اعمل كده، انا مش بعرف اللي هو ايه زي ما بيقولوا نعمل ترند، حتى لو قناته صغيره واللي سامعين الناس قليله، بس يكفيني ان هم يخرجوا من عندي مبسوطين من الفيديو، متشجعين نفسيتهم فصلت شويه او مرتاحين، فاهمين يعني. ده بس الغرض ان احنا بنهون على بعض، لان بصراحه الدنيا اساسا عادت متعبه خالص لوحدها، مش محتاجين ان احنا يعني انا واحده كده لو شفت واحده بتشتكي، هو انا اساسا ناقصاكي تشكيل عشان انا يعني اقعد اسمع لك؟ فاهمين صح ولا غلط؟ لو انتم مؤيدين رايي او في اي حاجه يعني بالايجاب او بالسلب، يعني مفيش مشكله تردوا عليا يعني تحت في الكومنت. هنا بقى الفطير، انا هنا الجزء ده عملته كده صغير عشان الفطيره اللي انا هعملها دي حطيتها طبعا في التلاجة ترتاح. الكويرات الصغيرة هتبقى طبقة فوق وطبقة تحت، لان زي ما قلت لكم هنعمل ايه بالبلح، والبلح طبعا كان استوى وسايباه يبرد خالص بقى وعلى فكرة يعني كنت بفصل والفطير كان بيريح، يعني مش كله ورا بعضه، يعني الشغل ده خد ساعات، يعني من اول اليوم ممكن خلصت كل ده بقى بعد العصر، بس كنت بقى يعني في شغل تاني جنبه بقى، في ترتيب الاولاد مبهدلين الدنيا، في بقى لو هدوم هتتنشر لا هنشيل ونطبق. فان احنا نعمل الروتين كامل، مفيش حد بيعمل روتين، مفيش حد على اليوتيوب كل يوم بيعمل من اول ما بيصحى لحد ما ينام الروتين بتاعه كامل، كله بيعمل مقتطفات، اللي عايز يحب يظهر حاجه بيظهرها، اللي مش عارف في حاجات ما بتظهرش، وفي حاجات احنا بنعملها كل يوم من كتر ما احنا اعتدنا عليها خلاص مش هنصورها بقى كل يوم. صح ولا انا غلط؟ ممكن يعني هتملي لو كل حاجة زي بعضها هتملي، ممكن بقى الفكرة في وصفة، الفكرة في تطبيقة، الفكرة في ترتيب ضرفة فتتشجع وانت عندك الضرفة دي تقومي تعمليها بس. لكن ان احنا نعمل كل حاجة مع بعض يعني إيه هي كل يوم، بس انت اساسا روتينك كل يوم مش زي بعضه، في حاجات ثابته في الروتين اللي هو كل يوم، اللي هو فطار في غدا في عشاء، دي حاجات ثابته. بس هل كل يوم بتاكلي نفس الاكل؟ هل كل يوم بتشربي نفس المشروب؟ بقى طبعا كل يوم بيختلف، ممكن النهارده تغسلي، ممكن تاني يوم تطبقي، ممكن النهارده تاكلي بره، ممكن تخرجي كده يعني. ف اللي هي يعني ان القناة روتين تشجيعي وتدي طاقة وتدي نشاط وتخرجك كده عن المود الوحش اللي انت بتكوني فيه، وبتديكي كده حماس وتفاؤل، وربنا يا رب يعيننا جميعا ويبارك لنا في اولادنا ويروق بالنا ويصلح لنا كلنا، اللهم امين. هنا بقى كده احنا في ايه، في اخر فقرة. اول فقرة بتكون اللي هي بنفرد العجينة وبنعملها رول، تاني فقرة كده بنفردها كده ونقطعها بالسكينة ونحط طبقة عكس التانية كده، ونيجي على الطبقة الأخيرة دي ونكورها زي ما انتم شايفين كده. جربي الطريقة دي ما شاء الله لما نجحت معايا حبيتها جدا، وكمان خصوصا للي عندهم الرخامة بتاعتهم صغيرة. يعني لو تلاحظوا ما شاء الله الفطيرة طلع معايا حجم كبير، بس انا ما بعديش المفرش السيليكون، ومفرش السيليكون ده ممكن 50 في 60 او 50 في 50، يعني مساحته صغيرة. ما شاء الله الرخامة بتاعتي اعرض منه، انتوا شايفين يعني الفرق واضح. فالبنات بقى اللي بتبقى عايزة تعمل فطير وتقول مثلا عشان انا الرخامة بتاعتي صغيرة والفطير بيحتاج ان احنا نورق طبقات كبيرة ويحتاج مساحة كبيرة، ولا كبيرة ولا اي حاجة، مفيش. المفرش ده ممكن لو انت مش عندك رخامة اساسا تحطيه مثلا، لو عندك طبلية عندك ترابيزة ايا كان يعني هو صغنن اصلا ما بياخدش مكان، والمفرش ده حلو جدا جدا ما بستغناش عنه. ممكن هو معاكم انتوا شايفينه معايا بقاله سنين، ما فيش حاجه اسمها معجنات من غير المفرش ده، لا من الحاجات فعلا اللي هي بتقال عليها نينجا. هو اكيد دلوقتي معاش سعره رخيص، بس نظرا لاستخدامه لا يستاهل بصراحه، وبجداره كمان حلو قوي قوي قوي، ما بيبهدلش الرخامة. يعني شايفين في عز الزيطة اللي انا فيها دي شلت المفرش غسلته وخلاص ومسحت الرخامة كده وخلاص، ولا الرخامة غيرت ولا دهننت من السمنة والزبدة ولا الكلام ده كله. بفرد كده زي ما انتم شايفين
عشان الطبقة دي هتبقى سميكة، لان لسه هنحط فيها البلح الاسود، وكمان هنحط طبقة فوقها كمان. على فكرة انا مبسوطة جدا ان انا رجعت اسجل معاكم، او ان انا انزل فيديو معاكم. انا لما ببص للفيديوهات واحس ان انا بقالي فترة ما نزلتش، انتوا عارفين ببقى منتظر حد يقول لي مثلا على الكومنت ما نزلتيش بقالك فترة. لا، اللي بيجي يقول لي بيقول له على الخاص، انا مش عايزة على الخاص. ايه يا جماعة الاهتمام ما بتطلبش يعني؟ إيه بتبعتوا لي على ما تنزليش فيديوهات؟ ما تكتبوا لي في الكومنت حسسوني كده ان القناة ماشية وشغالة، فاهمين؟ يعني شجعوني، خلوني فعلا انا لما حد بيبعت لي كده بحس ان انا اتشجعت، لا وانا هقوم اصور، او لو معايا تصوير لا انا هقوم امنتجه، فاهمين؟ فحطيت كده شويه من السمسم. انا هنعمل فطورتين، واحده حطيت فيها سمسم وقرفه، والتانية مش هحط فيها، لان طبعا يعني الاولاد هيعملوا يعني بيتحججوا على اتفه الاسباب، ممكن يقولك لا مش هناكله. فانا عملت دي وعملت دي. الفطير ده يا بنات ميزته في حاجه، انك تعملي ممكن تعملي برضو كميه وتعمليها تقطعيها كده صغيره. هي ما يعني هي بشويه ميه وشويه دقيق بس، يعني ما انتش محتاجه اي حاجه. ممكن هي الماده الدهنيه اللي هي الزبده، والزبده من الاسباب اللي بتطلع الفطير في طري معاكي مش ناشف، عشان الزبده بيكون فيها ميه، فدي بتدي طراوه للجلاش. جلاش للفطير، ما تخلوهوش يبقى ناشف معاكي زي السمنه. بنحط سمنه، ممكن نحط سمنه على الوش طبعا، السمنه البلد نحط، او ممكن خليط بين الاتنين عادي. لكن الزبده برضو، او الزبده والميكس يعني والسمنه حلوين الاتنين مع بعض. ده كده اول فطيره احنا عملناها. نيجي بقى لتاني فطيره. شفتوا من كتر ما انا عامله يعني بان هو بقاله فتره الفيديو، انا مش فاكره هو انا اللي هعملها دي، بس هي دي شكلها يعني تخينه، فدي هتبقى ساده. فانا بقى وانا بعمل هنا افتكرت ايه، طب هو هيبقى فطير، فكنا فطير ساده، فكنا هناكله يعني هنا بقول لكم ان هما 2 فطير كبار، وما شاء الله الفطيره دي لو انت جيتي تشتريها من بره، اقل حاجه الفطيره دي هتجيبها ب100 جنيه. ده اقل حاجه، لان الساده اساسا انت بتجيبها بالماده الدهنيه النباتي ب70 ب80 وب75 جنيه. فالمهم انا قلت ايه، طب انا بعد ما عملت وفردت بقى، قلت لا ده انا اعمل ايه. افتكرت ان انا كنت معصجه لحمه مفرومه في التلاجة وعيناها في الفريزر، كنت معصجاها برضو معاكم ومفرزاها معاكم. فانا قلت بقى لا خلاص، ايه بدل ما نعملها ساده يبقى نعمل ساده، ونعمل بالبلح، ونعمل كمان واحده كده حلوه محترمه اللي انا بعملها دي نتغدى بيها بقى، بدل ما ناكله بالعسل وبالجبنه. نخلي العسل والجبنه للعشاء عشان نكون صراحه كده مع بعضينا، صح؟ وعملت دي بقى باللحمه المفرومه. الاولاد بقى هم يعني انا بحب اعمل الجلاش وش بيتزا، وهما بيحبوه، بس هو ما كانش في اول ما بدات ان انا اعمل، ما جاش في دماغي ان انا عندي لحمه مفرومه في الفريزر، فدي نتيجه التفريز. قمت مطلعه سحبه الكيس على طول، حطاه يفك جنبي 10 دقايق، او لو مستعجله حطيه دقيقه ولا دقيقه ونص في الميكروويف، طلع معايا ما شاء الله في ثانيه. وحطيت كده وش البيتزا اللي هي ده كاتشب عادي، ممكن بقى كاتشب صوص باربيكيو اي حاجه بقى عندك، فما فيش اسهل من الكاتشب يعني. وجبت هنا بقى ايه عشان اطعم الكاتشب ويديني طعم البيتزا، جبت شويه من الزعتر وبدات افركهم ناعم كده، وافردهم يبقى كده بقى ايه صلصه بيتزا ولا احلى من كده. ودي اللحمه المفرومه. وعلى فكره ده كمان مش يعني انا كنت عامله كيس نص كيلو، كنت عامله 3 اكياس، عملت معاكم المسقعه وده الكيس التاني وما استخدمتوش برضو. بس هي الكميه ديت يعني هحتاج عليها، هجيب تاني. وهنحط بقى ايه، ممكن بقى شويه شاورما، ممكن لو انت عندك قطعه لحمه بالشوربه تفصصيها وتلوحيها كده شاورما بفلفل وبصل، بصي اي حاجه هتد معاكي. وممكن على فكره وعملتها وكانت تحفه جدا جدا بالتونه، عملتها بالتونه السنه اللي فاتت، كانت حلوه جدا جدا. انا بحب اما اعمل فطير اعمل كميه ناكله النهارده وبقى احتفظ بيه، لان انا كنت ناويه ان انا الساده اسيبه بقى، ممكن ادي قطع لمحمد في اللانش بوكس كده، اقطع له سمبوكسات صغيره كده. ممكن برضو يعني مش لازم كل حاجه نعملها تخلص في وقتها، ولو خلصت في وقتها بألف هنا يعني للي ياكل يعني. فاهمين؟ انا اللي انا ايه، انا هتعب يبقى اتعب على حاجه تستاهل، مش اللي انا اخلص يعني عمال اليوم كده وخلاص. فاهمين قصدي؟ جبت بقى هنا الزيتون بتاعي بجيبه دايما اخضر، ما بجيبش الزيتون الاسود بصراحه.
ورشة كده من السمسم. انا بحب السمسم وحبة البركة، عشان انتوا اكيد اتعودتوا معايا على كده يعني. وبعد كده بقى ايه، هنحط كده شويه كده من الجبنه الموتزاريلا، ودي برضو كان كيس من الاكياس اللي احنا كنا مجهزينه، والله العظيم ما في احسن من التجهيزات. عارفين انا من الناس، اما ما يكونش عندي في الفريزر لحمه مفرومه، ربطه جلاش، مثلا الجبنه دي لو خلصت، اللي هو سواء اي حاجه حلوه او اي حاجه حادقه، انا بزعل. فانا كنت حطيت الفطير هنا بقى على درجه حراره 220 250. شايفين الفطير كان لسه طالع ما شاء الله، بقى ريحته كانت فحفحه وكان طعمه ولا احلى من كده. وهتشوفوا دلوقتي معايا من جوه عامل ازاي. ده تحس ان هو شكله من احسن حاجه، لان كنت مركزه في الفطيره اللي هي وش البيتزا، فتحسي ان هي اتلهبت معايا شويه. لكن ما شاء الله خدت اللون من فوق ومن تحت ما شاء الله يعني جميل. كنت انا هنا ايه عماله يعني اللي طلع بغطيه يبرد ويتغطى كده بفوطه عشان ما يطلعش. انا ما بحبش الفطير الناشف، بحب الفطيره تكون مورقه وفي نفس الوقت طريه. شايفين اساسا الاولاد كانت واقفين، دي كانت خديجه اللي واقفه جنبي. هم ما شاء الله الروتين النهارده كان برعايتهم. محمد كان عمال بيعشقوا حاجه اسمها الرغوه، اللي هي بتاع المسحوق بقى. يعني اول ما شافني كده بشغل البانيو، لا لازم يقعد يجي يبلبط كده جنبي. وخديجه بقى هنا كانت مصممه عايزاني، دي كانت لسه سخنه بس هي كانت عايزه تدوق اللي باللحمه. هي دقت اللي بالفطير بصراحه حلوه جدا جدا جدا. بس دايما الاولاد بتميل للحاجه اللي بيبقى فيها لحمه مفرومه شويه. الفطير اللي بالبلح يعني يتاكل كحلو، بس هو بصراحه طعمه كان فظيع. شايفين اللون من تحت والتسويه بقى ما شاء الله. الفرن بحطه على الصاجه من تحت خالص، الفرن ايه الفطير بحطه على الفرن من تحت خالص، وما شاء الله يعني بيكون حاجه كده درجة حرارة بقى 220 250. اعلى درجة حرارة عندك ما بياخدش معاكي اي وقت، لان هي بيكون طبقات رفيعة. هنا بقى بدوق كده معاكم، مش صابرين ان احنا نحط نتغدى. كل ده احنا لسه بندوق، ده احنا لسه هنتغدى. وعماله كده الكاتشب، مش عارفه انا حب ايه اليومين دول، بقيت حابه ان انا اي حاجه حتى لو بعمل بيضه اللي هي بقليها كده في معلقه سمنه او حاجه احط عليها كاتشب. اي حاجه بيتحب عليها الكاتشب. هم هنا بيعملني يقولوا لكم ان ما شاء الله يعني ايه لايك، حطوا لايك لان عجبهم الطعم جدا. انا كنت لاول مره اعمل فطير اللي بالبلح، اللي هو الفطير اللي ده فطير مشلتت مش فطير شرقي. ودي اللي دي الساده. شايفين؟ يا سلام يا سلام، سلام عليك. فكان عاجبهم قوي. لكن هم بيحبوا، احنا اساسا احنا بنحب البلح الاسود، معظم الاطفال بتحبه اساسا. انا بحبه عن يعني اكتر حاجه بحبها البلح الاسود، ولا بلح احمر اللي بحبه ولا الاصفر، يعني ماليش طول عليه خالص. نيجي هنا بقى في الوقت ده احنا كده لسه هنحط نتغدى بعد الدوقان ده كله، ولا اكنكم شفتوا اي حاجه. احنا لسه يا دوبك كده بقى بدأنا ان احنا بعد ما خلصت بقى ايه، آه بعد ما خلصت يعني عمايل الفطير يعني. اتفضلوا بقى معايا كده وتحسها ميكس بين الفطير والبيتزا، ولا احلى من كده. واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا هنا بس بدوق معاكم حته من الساده عشان تشوفوا التوريقه اللي هي من جواه. ده جيت بقى بعد الغدا. ده كده كان شكل الميه بعد ما صفيت البطانيه منها. على فكره هي مش وسخه، وده كله تراب يعني نتيجه ركنه، لان كنت عيناها في الدولاب طول الكام شهر دول. بس الحمد لله يعني عدت على خير. نبدأ بقى كده ان احنا نشطفها وكده، يبقى احنا بقى ايه اتشجعنا مع بعض. ولا انتوا لسه ما تشجعتوش؟ ما هو لو انتوا لسه ما تشجعتوش يبقى العيب مش منه خالص، ده احنا نشطنا اهوت. يلا عشان الشتا داخل علينا وكلها كام يوم، وقالوا درجة الحرارة هتبرد عشان نلحق بقى نفرش الشقة كده ونجهزها. لان الناس اللي بتحب الشتاء، انا مش بحب الشتاء على فكرة، بس فصل داخل عليا لازم هستقبله بترحاب يعني. لكن انا من الناس اللي مش بحب الشتاء خالص. بس يلا متعوضة في الصيف بقى ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. يا رب يكون فيديو يا بنات عجبكم. تنسوش باللايك وبدعوة حلوة من قلبكم بظهر الغيب كده. ومع الف مليون سلامة.